السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط. القرنبيط طبعا كتير من ولادنا ما بيحبوش، بس بعد الوصفة دي وبالطريقة دي هيحبوه، هيموتوا فيه كمان. فشوف ما شاء الله كده، هو عبارة عن اقراص صغيرة كده، وشوف جميلة ازاي، يعني لونها ما شاء الله ذهبي وحلو قوي، وهشة من جوه وطرية، وهم بياكلوه مش هيحسوا ان هم بياكلوا قرنبيط اصلا من كتر حلاوته. فان شاء الله هنبدأ كده مع بعض ونقول بسم الله. كده عندي قرنبيطة وسط، مش كبيرة أوي ولا صغيرة، هقطعها وردات كده بالشكل ده. ولو في قطعة كبيرة عندي كده هقسمها، وهاخدهم كده احطهم في مية مغلية. بس قبل ما احطهم طبعا هحط حبة كده من الكمون. طبعا الكمون ده بحطه عشان الغازات اللي بتبقى موجودة في القرنبيط. وهحط شوية من الملح. طبعا انا مش هسلقها قوي، انا بس هخليها كده تاخد قلبتين، يعني اللي هو ما تطلعش مستوية قوي، نص سوا. هحط كل الكمية كده بالشكل ده ماشي. وعلى بال ما تستوي بقى نكمل احنا بقية الوصفة. عندي كده 4 بيضات، هضربهم كده بالشكل ده ماشي. وهبتدي احط لهم الملح اظبطه، وحطيت الكمون طبعا، ودول حبة من البابريكا. وهحط كمان معلقتين من الدقيق بالشكل ده كده. انا مش هكتر الدقيق قوي عشان ما تبقاش مكبوسة يعني ماشي. وهحط نص كيس من البيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر هيخليها هشة كده وحلوة قوي، هو نص كيس بس ماشي. وهبتدي بقى اقلب كده لحد ما الدقيق يتوه معايا او ما يبقاش موجود، والكتل اللي فيه هفكها خالص لحد ما يكون بالشكل ده كده. هركنه بقى كده على جنب، وهجيب حزمتين من البقدونس واروح مقطعاهم كده بالشكل ده. وهروح برضو مفضياهم على البيض. هيطلع بقى ما شاء الله القرنبيط حلو قوي باللون الخضاري اللي فيه ده، والبقدونس هيديه طعم حلو قوي. كده القرنبيط بقى بعد ما استوى نص سوا زي ما قلنا، همسكه بقى واقطعه كده بالسكينة لحتت صغيرة. طبعا انا مش عايزاها الحتت تبقى يعني صغنونة قوي، لا انا عايزاها يعني تبقى وسط، اللي هو احس برضو بالطعم بتاع القرنبيط. فانا عملتها كده بالشكل ده، وفضيتها برضو في الطبق اللي فيه البيض. ابتدي بقى اقلب، بس وانا بقلب حاسه كده ان ايه، ان الخلطه ناشفه شويه، فانا هحاول كده اشوفها للاخر. لكن انا حاسه ان هي عايزه بيض، يعني ناقصها كده بيضايه كمان او 2. عايزينها تبقى الى حد ما سايله، فانا حطيت كده عليها بيضتين اهو. يعني كده ده بقى القوام المظبوط، يعني هو ده اللي انا عايزاه. كده انا كنت حاطه بقى 4 بيضات في الاول، وادي حطيت 2، يبقى كده القرنبيطه خدت مني 6 بيضات ماشي. اجي بقى احط صينيه او طاسه كده على النار، واحط فيها شويه زيت، وابتدي بقى اخد معيار معلقه، كل معلقه كده على جنب، ما احاولش ان انا الزقهم في بعض، يعني نسيب فراغ كده ما بين كل واحده والتانية بالشكل ده، علشان يطلعوا بقى في مستوى واحد. فانا عامله المعلقه هي المعيار، بالمعلقه كده، وبحطه وبسويها واظبطها. طبعا شوفوا ما شاء الله، الله اكبر، طالعه بقى متماسكه وحلوه قوي. وبنقلبها ما بتتفكش ولا اي حاجه، لان احنا حاطين كل حاجه مظبوطه. دي بعد ما طلعت طبعا استوت من تحت ما شاء الله، انا بوريها لكم مع انها سخنه يعني ما شاء الله. شوفوا من فوق ازاي ذهبي فاتح
ومن تحت دهبي فاتح وجميلة ما شاء الله. وما بتاخدش طبعا وقت خالص على النار، يعني ما نحطش ونروح نعمل حاجة ونرجع، لا نفضل واقفين جنبيها ونقلب. طبعا انا هنا بقول لكم اوعوا تنسوا اللايك. شوفوا بقى القرنبيطه طلعت لي كميه حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. اللي اول مره يشوفنا يعمل اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس على كل عشان يوصلوا كل الاشعارات الجديده. السلام عليكم.